السلام عليكم ورحمة الله إخواتي وحبايبي، أخباركم إيه؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بخير. حبيت أهنيكم بالعيد بفيديو ومش ببوست على المنتدى. فيديو حلو كده، ألوانه جميلة وفعاليته حلوة قوي وريحته تحفة. معانا كيسين أوكسي جل بريحة اللافندر. الكيسين دول وزنهم حوالي 430 جرام تقريبا، يعني ما كملوش نص لتر أو نص كيلو. احنا هنخليهم يا اما 3 لتر زي ما انت شايفه كده بالفعاليه والجوده بتاعه الكيس الاصلي، يا اما كمان هنخليهم 4 لتر برضو بنفس الفعاليه والجوده بتاعه الكيس الاصلي، نفس اللون نفس الريحه نفس القوام، من غير ما نضيف لا ريحه ولا هنضيف حتى لون. وهتعرفي التفاصيل في الفيديو ان شاء الله. دول 4 لتر، واللي شفتهم معايا من شويه كانوا 3 لتر. مش هجرب معاكي الوصفه ولا جودتها ولا فعاليتها الا بعد ما ازودهم واخليهم زي ما انت شايفه كده 4 لتر. التجربه هتكون في اخر الفيديو ان شاء الله. هنسمي بسم الله وندخل نشوف لو عندنا الكيسين دولت ازاي هنخليهم بالكميه الكبيره دي وبنفس النظافه والجوده والريحه واللون والقوام باينين قدامك اهم. يلا بينا. طيب قبل ما نبدأ الفيديو كده نقول لكل اخواتنا في كل الدنيا، كل المسلمين في كل مكان، كل اخواتنا في كل الكرة الأرضية، نقول لهم كل سنة وهم طيبين وربنا يعيد عليكم الأيام دي بخير يا رب، وتكون الأحوال أحسن من كده بكتير. عيد سعيد عليكم وعلى كل المسلمين في كل مكان وعلى كل البشر في كل الكرة الأرضية. سر وصفة النهاردة عشان تكون بالجودة اللي كلمتك عنها من شوية في الصابونة اللي قدامك دي. طبعا الصابونة دي صابونة مختلفة عن أي صابونة ممكن تنفذي بيها الوصفة دي، لأن ده صابون سحري أنا عاملاه بطريقة مختلفة، والفيديو موجود على القناة وهسيب لك الرابط بتاعه تحت. شكل الصابونة غريب ونطرة طبقة بيضة كده من بره زي ما انت شايفاها، دي صودا زيادة، ولو رجعتي للفيديو هتشوفي تفاصيل الفيديو وتشوفي الطريقة بالظبط. طبعا الخطوات العادية اللي احنا بنعملها في أي وصفة، بنبشر الصابون بتاعنا، بننزل عليه بالمية السخنة اللي بتغلي بيدوب. بعد كده بتبتدي تضيف المية واحدة واحدة عشان تظبط القوام. عايزة اقول لك طول ما الوصفة سخنة مش هيبان القوام بتاعها، لازم تسيبيها تكون على الأقل دافية تهدى تبقى بدرجة حرارة الجو العادي. هتظبطي القوام بعدها وتحطي كمية مية مناسبة عشان تاخدي في النهاية قوام مناسب. احنا عايزين قوام زي المنتج الجاهز. شغلنا بالصابونة دي هيخلي الريحة والنظافة زي المنتج الجاهز. احنا اشتغلنا باوكسجيل، وده منتج متميز جدا عن اي منتجات تانية في السوق، بريحته الثابتة وبألوانه الحلوة وبالقوام بتاعه، حتى سعره ما شاء الله. الصابونة بتاعتنا كمان صابونة مختلفة عن أي صابون بنصنعه، لأنها معمولة بطريقة معينة برضو بأكياس الأوكسي وبطريقة الصابون السحري. عشان كده الصابونة عطرية جدا، ناعمة جدا، فيها لون. بصي كمان الجل بتاعها بيكون شفاف قوي، عشان كده لما هنخلطهم ببعض هيدونا الجمال اللي شفتيه في أول الفيديو. علشان حضرتك لو رحت نفذت الوصفة بأي صابونة عندك هتكون النتيجة مختلفة، فأنا بلفت نظرك من دلوقتي. فالناس اللي عملت معانا صابون سحري هتعمل معانا الوصفة بنفس النتيجة، والناس اللي ما عملتش صابون سحري يبقى هي مضطرة تعمل صابون سحري، وكمان تعمله بالطريقة اللي في الفيديو ده لو انت عايزة وصفة بالنتيجة دي. دول الكيسين اللي معايا وشفتيهم معايا في اول الفيديو. وزن الكيس 185 جرام وسعره 10 جنيه. معانا كيسين يبقى المجموع 20 جنيه. خدنا قطعتين صابون بس من الأربعة اللي كانوا معانا وبشرناهم. ارجعي بقى للفيديو الأصلي وشوفي تكلفة الأربع قطع دول كانوا كام، واقسمي عليهم المبلغ بالنص، وضيفي التكلفة على وصفة النهاردة. كيسين أوكسي ب20 جنيه وقطعتين صابون، وهنعمل 4 لتر. شوفي التكلفة كام، ولما تروحي تشتري 4 لتر من البرسيل الجل السايب اللي بالكيلو، اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن صابون سائل وحطله لون البرسيل وريحته، مفيش نظافة، زيرو نظافة. احنا هنخليهم بجودة الأوكسي نفسه بالصابونة اللي احنا مصنعينها دي، والتكلفة هتكون موفرة جدا وهتفرق معاكي، وهتاخدي منتج حلو قوي ريحته تحفة. ما عنديش إمكانية ان انا اخليك تشم الريحة بعد ما خلصت شغل. ال4 لتر كلهم بنفس قوة الريحة بتاعت الأكياس بالظبط. وادي اللون قدامك، وادي الشفافية شفتيها، وادي القوام حلو قوي حتى بعد ما ضعفنا الكمية وخليناهم 4 لتر. انا حتى التجربه اللي هعملها لك مش هعملها لك غير بعد ما ازود الكميه عشان تعرفي انها بنفس القوه في النظافه. حابه تخليها 3 بس براحتك، حابه تخليها 4 براحتك، انا معاكي في دي وبكمل معاكي في ال4 برضو. الفرق ان انت هتجيبي لتر ميه بارد من الحنفيه زي ما انت شايفه، وهتحطي عليه معلقه متوسطه ملح. حط خط بقى تحت كلمه متوسطه.
ما تطمعيش وتحطي ملح كتير. انت كل ما تضيفي ملح القوام هيتقل، فانت هتقولي خلي الكميه 5، اخلي الكميه 6. كل ما تضيفي ملح الفعاليه بتقل والرغوه بتقل. مع طمعك بقى لو انت عايزه تكملي اكتر من كده ممكن القوام يفصل خالص ويبقى عباره عن ميه ولون حليبي بس، ولا ريحه ولا قوام ولا شفافيه ولا اي حاجه. فانت اسمعي كلامي وحطي معلقه متوسطه على لتر ميه وضيفيها وقلبي. بصي بقى وانا بقلب كده التصديفه ابتدت تبان، وانا بقلب الصابون معاكي نفسه وقت ما داب كانت التصديفه بادئه معانا، بالرغم ان انا لسه ببدا في الوصفه. التصديفه دي جت من كميه الصودا الزياده وكمان من اضافه الاوكسي اللي احنا اشتغلنا بيه. بصي بقى دول 3 لتر والقوام حلو قوي. هتكتفي بكده براحتك، هتكملي براحتك، لكن انا زودت لتر كامل وبيته لتاني يوم. شايفه كده؟ شايفه التصديفه بنت ازاي؟ ما حطيناش مصدف، ما حطيناش الوان مايكا، لا، دي تصديفه طبيعيه من البرسيل ومن الاوكس اللي احنا اشتغلنا بيه ومن الصابون اللي فيها صودا زياده. بصي حاجه كده تعتبر موفره جدا وببلاش وفعاله جدا. هنجرب دلوقتي النظافه بتاعته، وانا بشتغل معاكي كده هنصحك نصيحه. طبعا احنا كلنا كستات بيوت بيقابلنا بقع كتير في الهدوم واحنا بنغسلها. اي بقعه تكتشفيها في وقتها يا ريت تغسليها في وقتها زي ما هقول لك كده دلوقتي. وتشوفي انا هعمل خطوط بالقلم الجاف وهغسل لك البقعه في ساعتها، هتطلع بسهوله جدا. لكن لو البقعه دي استنت لتاني يوم الصبح هيكون صعب التخلص منها. طب استنت اسبوع هيكون صعب اكتر. فانت اول ما تكتشفي البقعه اغسليها. لو غسلتيها باي حاجه هتنضف معاكي بسرعه، ولو عندك صابون بلدي هتنضف معاكي اسرع. طيب انا عندي بقعه ثابته وبقالها يوم واتنين، اعمل فيها ايه؟ هقول لك انا بقى. تفرديها كده قدامك على الرخامه وتروحي حاطه عليها شويه ميه سخنين بيدخنوا كده، تحطي عليها بقى ايه معلقه من البرسيل مثلا اللي احنا عاملينه، او عندك الصابونه نفسها رغيها عليها كده وسيبيها ساعه. بعد كده بعد ساعه تعالي لها تاني وبالفرشه وحاولي تفتتي البقعه نفسها كده وتحركي الفرشه عليها راحه جايه، هتبتدي تتفتت معاكي كده. سيبيها ساعة وبعد الساعة دي ارجعي لها بقى، امسكيها كده بصبعينك كده الاتنين، صبعك الكبير كده وبضوافرك وابتدي افركيها، هتلاقيها بتروح خالص. خدي بقى قطعة الملابس دي حطها في دورة غسيل عادية في الغسالة هتطلع زي الفل وملهاش أي أثر. لكن انت لو غسلتيها في وقتها هيكون أسهل عليكي. عملت لك 4 لتر ريحتهم نفس ريحة الكيس الجاهز، لونهم القوام بتاعهم والشفافية ما شاء الله موفرين جدا وهتستمتعي وانت بتعمليهم. عملنا مع بعض اخر فيديو عملنا مسحوق بودر، ولما جربته في الغسالة وحطيت عليه شوية كلور دخلت لي اختي في التعليقات وقالت لي اللي نضف الكلور. طيب اللي نضف النهارده الجاف الكلور، الوصفة ما فيهاش كلور خالص، الصابون البلدي مش محتاج اي اضافة. يا ريتك تدخلي لي تاني وتقولي لي ايه رأيك. شكرا والسلام عليكم.